خط الصعيد أكيد كلنا سمعنا عنه، لكن مش كتير مننا يعرف إن الفنانة سناء جميل كانت بتحبه. إيه ده؟ معقول؟ في لقاء مع الفنانة سناء جميل اتسألت إيه أغرب شعور حسيتي بيه؟ ردت وقالت وأنا عندي 19 سنة قريت عن مجرم شجاع ظهر في الصعيد واسمه الخط. الإحساس الغريب اللي حسيت بيه إن كل ما أقرأ عنه وعن شجاعته وقوته وجرأته أحس إن أنا بحبه، لدرجة إني فكرت أسافر الصعيد مخصوص علشان أدور عليه وأقابله وأحاول أقنعه إن يحول شجاعته دي للخير. فالمذيع سألها طب افرضي كنت قابلتيه وقتلك؟ قالت له مش ممكن يقتلني لأن أنا بحبه. قال لها يعني لو كان اقتنع بكلامك ووجه جرأته وشجاعته دي للخير كان ممكن توافقي تتجوزيه؟ قالت له ليه لأ. قال لها طب ليه ما رحتيش الصعيد تدوري عليه؟ قالت له لأني بعدها قريت في الجرايد إنهم لقوه في بطن الجبل واتقتل. اتقتل بعد ما دخل معركة شرسة بينه وبين البوليس. فسألها طب زعلتي عليه؟ قالت له أيوة وعيطت 3 أيام. هو احنا الستات كده علينا حاجات غريبة، بس الفنانة سناء جميل تقول اللي هي عايزاه. نرجع بقى للقصة الأصلية لخط الصعيد اللي هقرا لكم حكايته من كتاب أفيون وبنادق للكاتب صلاح عيسى. ايه اللي يحول الطفل الجميل ده اللي شعره أصفر وعينيه زرقاء لمجرم خطير بالشكل ده؟ هنحكي سوا حكاية خط الصعيد معاكم إيمي حمدي. وما تنسوش إن في الآخر هجمع كل الحلقات على قناة اليوتيوب، قناة حكاوي إيمي حمدي، فياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة.